السلام عليكم. أنا سامع بالمادة 56 النصب والاحتيال، بس ما سامع حكومات وهيئات وبنك مركزي ينصب على العراقيين. بعد عام وأكثر حكومة السودان جعلت الورقة شحة أمام العراقيين، بل هاي $100 خلاكم تشوفوها على مستوى الصورة فقط. معقولة صار سنة ربحتوا المصارف الأهلية والحرامية وتهريب إلى تركيا وإيران وعمان ودبي دولار، وخليتوا هاي الورقة حصرة على العراقيين؟ وينك؟ ألم تقل الدينار العراقي هو الأقوى؟ يعني أنا عندي دينار أروح أشتري بيه دولار وأهينة للدولار. وين؟ قشمرتوا على العالم، سويتوا منصة، قلتوا هاي المنصة هي من خلالها التداول، وخليتوا الحرامية يبوقون ابن البنك المركزي فارق سعر صرف الدولار، خليتوهم يبوقون أكثر من 10 مليار دولار. يعني أحكي أني عن مئات الآلاف من المدارس والجامعات، إذا ما نحكي عن 10 مستشفيات عملاقة مثل برج خليفة تنبني بعموم العراق. معقولة انت الان هاي الورقة صارت شحة على العراقيين؟ من استلمتوا السلطة السوداني قاموا العراقيين $100 ما يشوفوها؟ ليش؟ بعد ما كانت متداولة بزمن العبادي وبزمن عادل عبد المهدي وبزمن الكاظمي، كانت موجودة بكل مكان. سويتوها شحة وقلت الدينار اقوى، والان نصب واحتيال. صار لكم شهر فعلتوا او شهر ونصف فعلتوا منصة، اخوان اللي يريد يسافر نعطيه 30 ورقة. معقولة هذا الفساد والفشل وصل الى ان تنشئون روابط وهمية، كلاوات يدخلون عليها مئات الالاف العراقيين اللي مسافرين خارج العراق، اللي يسافر للعلاج، اللي يسافر للدراسة، يدخلون على هاي الروابط ببطء من الصبح لليل، والروابط مغلقة وكذب، وحصة المصارف الرشيد والرافدين صفر، والتي بي اي صفر، وبالتالي كله كذب. تقعدون العالم على المنصة من الصبح لليل وانتم ضامين القصة الحصة مال الجوازات للحراميين وللسماسرة. الآن أي مواطن عراقي يريد يسافر أو يروح للعلاج، يسفر أبوه يسوي له عملية بعد ما قدمتوا لنا مستشفيات بالحضيض، مقابر للعراقيين، يسفر أبوه للهند والتركيا والمدري وين والعمان يعالجه، ده يشتري دولار من السوق. وبالسوق اليوم الورقة ب159,000 أو 158، هي راح توصل ل60 مدام الحرامية تنتعش وتنتفخ بمليارات الدولارات. طيب صار لك عام وكسر مخلي العلاق محافظ البنك المركزي، كل إجراءاتك سيئة، كل إجراءاتك تساعد الحرامية على تهريب الدولار لإيران والتركيا والدبي والعمان والسوريا وحتى الأذربيجان والروسيا. شنو اللي سويته؟ الآن أي مواطن عراقي يريد يسافر يروح يشتري دولار من الشارع. يريد ليش؟ لأن أنت مقدم له منصة كلها كلاوات، رابط وهمي، تخلي العالم يطبون من 10 بالليل 5 الصبح يسجلون وماكو، يقول لهم الاستمارة ممتلئة. ليش؟ لأن الحصة اللي أعطيت عبارة عن روابط سلموها إلمن الجماعة، سلموها للحرامية، والحرامية تبيعها سوق سوداء، وبالتالي ماكو مواطن عراقي الآن يحصل على $100 حتى يسافر. لك والله عيب عليكم، لك والله عيب عليكم تحجون بالشرف والقيم. الآن من ابن أو بنية تروح تدور دولار من السوق السوداء حتى تروح تودي أبوها تعالجه بعمان أو بتركيا أو بالهند أو بإيران أو بأي مكان. عار عليكم، عار. قشمرتونا، قلتونا الدينار أقوى. الآن من استلمتوا السلطة إلى الآن هذا صار حصر على العراقيين. كل إجراءاتك هي عبارة عن فوضى وينتفع بيها الحرامية والفاسدين سراق المال العام. معقولة صار لك سنة وشهرين إلى الآن ما تدبر قضية الدولار؟ صار شحة، سويتوا روابط طلعت نصب واحتيال، قدمتونا منافذ للبيع نصب واحتيال، قمتوا تعطون بطاقات جي كارت حتى للمهربشيه والبحاره يطلعون دولار، والدولار يعبر بالسيارات الإيران والتركية والسوريا والروسيا والأذربيجان وعادي. والفقير صار حصره عليه $100 يحطها بجيبه حتى يعبر الحدود يسافر. تخليه يجيب الدينار العده يخليه بالسوق السوداء مالتك يشتري ب160 الورق على مود يقدر يسافر. عار على الحكومة، عار على الحكومة. الدولار بزمنكم صار شحة وسيولة نقدية ماكو، وتسوون روابط وهمية. عار عليكم. السلام عليكم.